أهلا بيكم يا شباب. أنا مستر ريمون حنا، والنهاردة مع بعض هنحل الامتحان التاني اللي موجود في صفحة 28 من كتاب المعاصر المراجعة النهائية Final Revision. تعالوا نبتدي مع بعض نحل السؤال الأول بتاع نص الاستماع. تعالوا مع بعض نسمع قطعة بالإنجليزي، اسمعوها كويس وترجموها كويس في دماغكم عشان نبتدي نحل عليها الأسئلة اللي هو مديها. يلا نسمع مع بعض. My name is Zain. My name is Zain. I live in a village. I live in a village next to the Nile. Next to the Nile. I live in a house. I live in a house with my family. With my family. Our house is not the biggest in the village. Our house is not the biggest in the village. It's between yellow house and brown house. There are tall trees behind the house. There are tall trees behind the house. تعالوا بقى نترجم القطعة اللي احنا سمعناها. My name is زين يعني اسمي زين. I live in a village يعني أنا بعيش في قرية. Next to the Nile يعني بالقرب من النيل. I live in a house يعني أنا بعيش في بيت. With my family يعني مع عائلتي. Our house يعني بيتنا is not the biggest in the village يعني مش الأكبر في القرية بتاعتنا. It's between إنه بين yellow house and brown house يعني إنه بين بيت أصفر and وبيت بني، يعني بيت لونه أصفر وبيت لونه بني. There are tall trees يعني هناك أشجار طويلة. Behind the house يعني خلف البيت. تعالوا مع بعض نبتدي بالجملة نمبر 1. بيقول لي ايه؟ زين lives in يعني زين بيعيش في ايه؟ next to بالقرب من the Nile. هو زين كان بيعيش فين بالقرب من النايل؟ انا عارف ان زين، انا سمعت من القطعة اللي سمعناها دلوقتي انه كان بيعيش في الفيلج. فيلج يعني القرية، اللي هو الاختيار الثالث. يبقى الجملة على بعضيها زين lives in a village next to Nile يعني زين كان بيعيش في قرية بالقرب من النيل. طيب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ اول كلمة عندنا كلمة city. city يعني مدينة كبيرة. town يعني مدينة صغيرة. village يعني القرية اللي كان عايش فيها زين. lake يعني بحيرة. تعالوا نشوف الجملة نمبر 2. زين lives in a house يعني زين بيعيش في منزل. with مع his ايه يعني مع مين؟ مع friends مع أصدقائه، ولا مع family مع عائلته، ولا مع teachers بتوعه يعني المدرسين بتوعه، ولا مع neighbors يعني الجيران بتوعه. طبعا احنا عارفين ان زين كان عايش مع الفاميلي بتوعه، العائلة بتاعته. يبقى الجملة على بعضيها زين lives in a house with his family. زين كان بيعيش في منزل مع عائلته. طب نيجي للجملة نمبر 3. زين is house. الابوستروف اس دي الملكية، يعني البيت بتاع زين. زين's house يعني البيت بتاع زين. is بيكون between a house يعني منزل ايه and brown house ومنزل بني. احنا سمعنا من القطعة انه كان ساكن بين بيتين، بيت بني والبيت التاني كان لونه ايه؟
برافو عليكم. البيت التاني كان لونه يلو اصفر، يلو اصفر، يبقى الاختيار التالت. طب بقية الكلمات معناها ايه يا مستر؟ ريد يعني احمر، بلاك يعني اسود، يلو يعني اصفر، جرين يعني اخضر. يبقى الاجابة الصح هي ايه؟ يلو. يبقى الجملة على بعضيها زين the house is between، بيت زين بين يلو هاوس بيت اصفر and براون هاوس وبيت بني. طب نيجي للجملة نمبر 4. there are، هناك بيكون tall trees. tall trees، tall يعني طويلة، trees يعني أشجار، tall trees يعني أشجار طويلة. نقط the house، house يعني المنزل. هي الأشجار الطويلة كانت فين من البيت؟ كانت under the house، تحت البيت. under يعني تحت، ولا between the house، between يعني بين، ولا behind، behind the house يعني ورا المنزل أو خلف المنزل، ولا in the house في المنزل؟ طبعا احنا سمعنا من القطعة ان الاشجار الطويلة كانت ورا المنزل، كانت خلف المنزل، كانت behind the house. behind the house يعني خلف المنزل. يبقى الجملة على بعضيها there are tall trees behind the house. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال التاني، سؤال الاختيارات. نبتدي بالجملة نمبر 1. بيقول لي ايه؟ we يعني احنا او نحن، نقط respect. respect يعني بنحترم to our teacher يعني المدرسين بتوعنا. بص يا ولاد، اول ما تلاقوا كلمة respect، اول ما تلاقوا كلمة respect على طول حطوا قبليها show. show، اول ما تلاقوا كلمة respect على طول حطوا قبليها show. يبقى we show respect، احنا بنظهر الاحترام او بنبين الاحترام to الى our teacher المدرسين بتوعنا. يبقى على طول اول ما تشوف كلمة respect تحط قبلها ايه؟ show على طول. طب بقية الكلمات معناها ايه؟ listen يعني بنستمع، listen يعني بنستمع. طب thank يعني بنشكر، thank يعني بنشكر. play يعني بنلعب. يبقى الكلمة الصح هي ايه؟ show. we show respect to our teachers، احنا بنظهر الاحترام للمدرسين بتوعنا. طب نيجي للجملة نمبر 2. ذا يعني ال ايه؟ eats بيأكل small fish. small fish، fish يعني سمك، وسمول يعني صغيرة. small fish يعني السمك الصغير. هو مين اللي بياكل السمك الصغير؟ سبايدر، سبايدر العناكب، سبايدر العناكب، ولا الكامل، كامل الجمل، ولا البليكن، البليكن، البليكن يعني البجعة، ولا الهورس، الهورس الحصان. طبعا احنا عارفين ان البليكن اللي هي البجعة هي اللي بتاكل سمول فيش، هي اللي بتاكل السمك الصغير. يبقى الجملة على بعضيها ذا بليكن البجعة eats بتاكل سمول فيش. طب نيجي للجملة نمبر 3. نقط carry things، بيحمل، carry يعني بيحمل، things الأشياء and people والناس to لكي cross يعبر، cross يعني يعبر the desert الصحراء. هو مين اللي بيشيل الأشياء والناس عشان يعبر بيهم الصحراء؟ أكيد احنا عارفين ان هو الجمل، الكاملز. يبقى ناخد الاختيار الثالث camels. طب بقية الكلمات معناها ايه؟ سناكس يعني التعابين، سناكس يعني التعابين؟ لا طبعا غلط. كروكودايلز، كروكودايلز، كروكودايلز يعني التماسيح؟ لا طبعا. كاملز الجمال؟ ايوه صح. ولا انسكتس، انسكتس حشرات؟ يبقى الجملة الصح، واحفظوا الجملة دي برضو يا ولاد عشان لما يجي لنا باراجراف عن الجمل نكتب له الجملة دي في الباراجراف برضو، يعني هتنفعنا في كتابة الباراجراف اللي عن الجمل. camels الجمال، carry بتحمل أو بتشيل، things and people الأشياء والناس، to عشان، cross بتعبر the desert الصحراء. نيجي للجملة نمبر 4. ذا يعني
grows 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 احنا قلنا ليها معنيين، معنى بيزرع ومعنى بتنمو، يزرع وتنمو، هنا بمعنى تنمو. grows بتنمو above يعني فوق، above يعني ايه؟ فوق. the soil التربة، هي ايه اللي بتنمو فوق التربة؟ seed البذرة، seed يعني البذرة، ولا روت يعني الجذر هو اللي بينمو فوق التربة، ولا شوت النبات الصغير اللي بيبقى لسه مولود ده، اللي لسه طالع صغير خالص بنسميه ايه؟ شوت النبات اللي هو لسه طالع صغير ده، ولا بن القلم؟ طبعا اللي بينمو فوق التربة هو الايه؟ هو الشوت. شوت النبتة الصغيرة او النبات اللي بيبقى لسه صغير خالص ده. لكن لو قال لي under the soil لو كان بيقول لي تحت التربة كنت اخترت ايه؟ روت الجذر هو اللي بينمو تحت التربة. لكن هنا قول لي ايه؟ above يعني فوق التربة، اللي بينمو فوق التربة ايه؟ هو شوت النبتة الصغيرة. يبقى الجملة على بعضيها ذا شوت النبتة الصغيرة او النبات الصغير جروز بينمو above فوق the soil التربة. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال التالت بيديني 5 كلمات، عايز نحط 4 كلمات منهم بس في النقط اللي موجودة في القطعة اللي قدامي. تعالوا نشوف اول كلمة مداني كلمة ايه؟ كلمة سوكت يعني الكوبس اللي بنحط فيه الفيشة. سوكت يعني ايه؟ الكوبس اللي بنحط فيه الفيشة. طب كلمة ويت يعني مبلولة، طب براكتسد يعني مارست، electricity يعني الكهرباء نفسها. lightning يعني البرق، عارفين البرق اللي بيظهر في السماء ده وبيختفي بسرعة، ينور بسرعة وبيختفي بسرعة، اسمه lightning يعني البرق. تعالوا بقى نقرا القطعة مع بعض. My sister is an electrician يعني أختي بتكون كهربائية. يعني إيه كهربائية؟ يعني شغالة كهربائية يعني. She studied هي درست and a for لمدة 3 years لمدة 3 سنين. يبقى هي درست and practiced ومارست لمدة 3 سنين. Before يعني قبل she became electrician يعني قبل ما became تصبح electrician كهربائية، يعني قبل ما تصبح كهربائية هي درست ومارست practiced. يبقى اكتب كلمة ايه؟ practiced. طب الجملة اللي بعديها she knows هي بتعرف، knows يعني بتعرف. how to work يعني كيف تعمل. safely يعني بأمان. with يعني مع أو بإيه؟ هي بتعرف كيف تتعامل بأمان مع إيه؟ أكيد مع الكهرباء. يبقى أكتب electricity أكتب له إيه؟ electricity. هي بتعرف كيف تتعامل بأمان مع الكهرباء. to use electricity safely يعني عشان تستخدم الكهرباء بأمان. never touch يعني اوعى تلمس. never يعني اوعى touch تلمس anything اي حاجة او اي شيء electrical كهربي. with يعني مع او بي ايه؟ هندس يعني ايدين. اوعى تلمس اي شيء كهربي وايديك ايه؟ اكيد وايديك wet مبلولة يعني. يبقى اكتب wet هندس يعني ايديك مبلولة او بايديك مبلولة. اوعى تلمس اي حاجة كهربائية وايديك مبلولة. طب الجملة اللي بعديها never يعني اوعى ابدا.
never يعني اوعى ابدا. but يعني تحط او تضع anything اي حاجة او اي شيء into ايه في ايه. اوعى طبعا تحط اي حاجة او اي شيء في السوكت. سوكت يعني الكوبس بتاع الفيشة. only يعني فقط. use plugs يعني استخدم الفيش. يعني ما تحطش في السوكت، يعني ما تحطش في الكوبس بتاع الكهرباء غير الفيش بس. الفيش يعني ايه؟ البلاجز. يبقى اوعى تحط اي حاجة في السوكت. only use plugs يعني حط بس البلاجز بس. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال الرابع سؤال القطعة. تعالوا نقرا مع بعض. My name is عمر يعني اسمي عمر. I live in يعني أنا بعيش في apartment يعني شقة. أنا بعيش في شقة. My favorite room يعني أوضة. favorite يعني مفضلة. يبقى my favorite room يعني أوضتي المفضلة is بتكون the living room. living room يعني غرفة المعيشة. يعني غرفة المعيشة أو غرفة الصالون. I play video games. يعني أنا بلعب فيديو جيم يعني ألعاب الكمبيوتر أو ألعاب البلاي ستيشن. in the يعني في the living room في غرفة المعيشة أو في غرفة الصالون. يبقى أنا بعمل إيه في غرفة الصالون أو غرفة المعيشة؟ بلعب فيديو جيمز. طيب I also أنا أيضا love يعني بحب my bedroom يعني أوضة النوم بتاعتي. أنا كمان بحب أوضة النوم بتاعتي because عشان إيه أنا بحب أوضة النوم بتاعتي؟ I can relax أنا بقدر أستريح and do my homework وأعمل الواجب بتاعي quietly يعني بهدوء. there is هناك بيكون balcony يعني بلكونة. هناك بيكون بلكونة. I can see أنا بقدر أشوف the wall street يعني يبقى I can see the wall street يعني الشارع. wall يعني كل. wall street كل أو بكامله يعني الشارع كله. wall street يعني الشارع كله. أنا بقدر أشوف الشارع كله. my father يعني أبويا works بيعمل in the desert أبويا بيعمل في الصحراء. لذلك he lives هو بيعيش in a tent هو بيعيش في خيمة. أبويا عشان شغال في الصحراء هو عايش فين؟ في tent يعني خيمة. الجملة اللي بعديها my friend عادل يعني صديقي عادل and his family يعني الأسرة بتاعته live بتعيش on على house boat يعني عوامة. عارفين عوامة يعني ايه يا اولاد؟ عوامة ده يعني مركب على شكل بيت. مركب ايه؟ على شكل بيت تتحط في المية ونقدر نسكن فيها لان بيبقى فيها معمول اوض ومطبخ اسمها عوامة. يبقى house boat يعني ايه؟ عوامة. it's small انها صغيرة but ولكن he loves هو بيحب living يعيش on على water على المية. هو بيحب يعيش على المية. هو دايما يا ولاد اللي بيحب يعيش على المية بيعمله مركب كده على شكل بيت تتحط على المية ويفضل عايش فيها. تعالوا بقى يا ولاد نبتدي نحل الأسئلة اللي على القطعة. نبتدي بالجملة نمبر 1 بيقول لي ايه؟ The general idea يعني فكرة. يعني ايه؟ فكرة. general يعني عامة. يعني الفكرة العامة. of يعني من. the text من النص اللي احنا سمعناه ده او من القطعة اللي احنا سمعناها دي is بتكون about عن ايه؟ هي الفكرة الرئيسية او الفكرة العامة اللي سمعناها من النص دي كانت بتتكلم عن ايه؟ اكيد كانت بتتكلم عن different home.
different homes يعني المنازل المختلفة. مش هو كان عمال يتكلم عن البيت اللي هو الهاوس بوت، وكان بيتكلم عن التنت عن الخيمة، وكان بيتكلم عن البيت اللي هو كان عايشين فيه. يبقى هو كان بيتكلم عن انواع بيوت مختلفة. يبقى هو كان بيتكلم عن ايه؟ different homes، عن البيوت المختلفة. طيب بقية الكلمات معناها ايه؟ رومز يعني الاوض، هو كان بيتكلم عن الاوض؟ طبعا غلط. ولا كان بيتكلم عن الجيمز عن الالعاب؟ لا غلط. ولا كان بيتكلم عن الجوبس جوبس الوظائف؟ هو كان بيتكلم عن الوظائف؟ طبعا غلط. يبقى هو الفكرة العامة كان بيتكلم عن ايه؟ different homes، عن البيوت. طب نيجي للجملة نمبر 2. نيجي للجملة التانية، بيقول لي my friend عادل يعني صديقي عادل lives بيعيش on على ايه؟ هو كان بيعيش فين؟ صديقه عادل ده كان بيعيش في البارتمنت في الشقة، ولا كان بيعيش في الهاوس بوت العوامة، ولا كان بيعيش في التنت الخيمة، ولا كان بيعيش في الهاوس البيت؟ طبعا احنا عارفين ان صديقه عادل كان بيعيش في الهاوس بوت، في الهاوس بوت، الهاوس بوت العوامة الكبيرة. ماشي، نيجي نشوف السؤال نمبر 3. where يعني أين where does عمر يعني أين عمر live بيعيش؟ هو عمر كان بيعيش فين؟ اكتب له in apartment في الشقة، in apartment في الشقة. يبقى عمر كان بيعيش فين؟ في البارتمنت الشقة. طب السؤال الجملة نمبر 4. what does عمر what يعني ما أو ماذا، عمر يعني ما عمر أو ماذا عمر do بيفعل in the living room يعني في غرفة المعيشة أو في أوضة الصالون. هو عمر كان بيعمل إيه في الليفينج روم، في أوضة المعيشة أو أوضة الصالون؟ كان بيعمل إيه؟ اكتب له play video games. play video games كان بيلعب ألعاب كمبيوتر أو بلاي ستيشن. play video games يبقى كان بيلعب ألعاب الفيديو جيمز. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال الخامس. السؤال الخامس ده بيديني قطعة، وبيديني في القطعة كلمة بين قوسين. الكلمة دي بيقول انها كلمة غلط، انا عايزك انت تكتب لي الكلمة الصح. بصوا بقى، تعالوا نشوف الجملة الأولانية. الجملة الأولانية بتقول لي إيه؟ The farmers grow rice يعني الفلاحين بيزرعوا الرز. tomatoes يعني والطماطم. إيه؟ بط، أحط بط، هو بيقول لك بط دي كلمة غلط، حط لي أنت كلمة صح. potatoes يعني البطاطس in Egypt. بص يا ولاد، أول ما تلاقوا كلمة بط بين قوسين على طول حطوا كلمة and دي. طب يا مستر ولو لقينا كلمة and هي اللي بين القوسين احط كلمة بط. ايه ده؟ يعني لو لقيت كلمة بط احط ايه؟ كلمة and. طب ولو لقينا كلمة and احط كلمة بط. فهمتوها كده؟ طب هو مديني دلوقتي الكلمة اللي بين القوسين كلمة بط، يبقى احط في النقط ايه؟ اكتب كلمة and دي. برافو عليكم. طب نيجي للجملة التانية. this يعني هؤلاء. this يعني هؤلاء. طالما جاب لي هؤلاء يبقى لازم ان الكلمة اللي تيجي بعديها تبقى بالجمع. الكلمة اللي تيجي بعديها ايه؟ بالجمع. طب الكلمة اللي بين القوسين electrician، وهي دي الكلمة الغلط اللي عايز يصححها. يبقى اكتب نفس كلمة electrician هي نفس الكلمة، بس ازود لها اس عشان تبقى جمع. عشان تبقى ايه؟ جمع. يعني بدل ما تبقى كهربائي تبقى كهربائيون. يبقى this electricians اكتب له كده نفس الكلمة بس زودت لها اس. work بيعملوا with يعني مع او بالكهرباء او مع الكهرباء. يبقى مجرد اول ما اشوف كلمة this الكلمة اللي بين القوسين اكتبها هي بس ازود عليها اس عشان تبقى جمع. تمام. طب نيجي للجملة نمبر 3. ذا arm chair يعني ايه arm chair دي؟ عارفين الكرسي المريح ده اللي بيبقى مسند تحط عليه ايديك اليمين ومسند تاني تحط عليه ايديك الشمال؟ الكرسي ده اسمه arm chair. الكرسي ده اسمه ايه؟ arm chair. إذ بيكون، ومدين الكلمة الغلط اللي بين القوسين اسمها next. بصوا بقى يا ولاد، اول ما تلاقوا كلمة next هي الكلمة الغلط اللي موجودة بين القوسين على طول اكتبوا next to، يعني اكتبوا نفس الكلمة
وسيبوا مسافة وحطوا كلمة next to، يعني اكتبوا كلمة to عشان تبقى معناها ايه؟ بالقرب من. next to بالقرب من، يبقى اكتب في الفراغ ايه؟ next to، next to بالقرب من of the bookcase. bookcase عارفين المكتبة اللي بنعملها عندنا في البيت اللي فيها أرفف ديت اللي بنحط عليها الكتب، اسمها bookcase. المكتبة اللي بتبقى عندنا في البيت اللي بنحط عليها الكتب bookcase. يبقى اتعلمنا ايه؟ اول ما تشوف كلمة next هي الكلمة الغلط اللي موجودة بين قوسين، يبقى اكتب ايه؟ next to. اكتب ايه؟ next to. طب نيجي للجملة نمبر 4. the kitchen. the kitchen يعني المطبخ is بيكون ذا ايه؟ بصوا يا ولاد، اول ما تلاقوا كلمة ذا وبعديها نقط على طول حطوا الكلمة اللي بين القوسين هي بس زودوا لها اي اس تي. بس زودوا لها ايه؟ اي اس تي. طب الكلمة اللي بين القوسين اسمها ايه؟ هوت. يبقى اكتب كلمة هوت وازود لها اي اس تي. اي اس تي. فهمتوا كده؟ بس كلمة هوت يا مستر بعد ما بتتكتب لما بتزود لها اس تي بزود لها كمان تي، يعني اتش او تي تي اي اس تي. تاني عشان ما تتلخبطوش، اي كلمة ذا لو جه بعديها نقط، ذا لو جه بعديها نقط اكتب نفس الكلمة بس ازود لها اي اس تي. يبقى معناها ايه؟ احر او اكثر سخونة. روم يعني غرفة، يبقى اكتر غرفة حر in the house في المنزل. اكتر غرفة حر في المنزل. يبقى تعالوا بقى نلخص اللي قلناه في الاربع جمل دول. لو لقيتوا كلمة but بين القوسين اكتب and. طب ولو لقينا and يا مستر هي اللي بين القوسين اكتب but. تمام. لو لقينا كلمة these هؤلاء الكلمة اللي بين القوسين ازود لها حرف الاس عشان تبقى جمع. تمام. لو لقينا كلمة next بين قوسين ازود لها to، يبقى next to. وطبعا اسيب مسافة بين next و to، اسيب مسافة صغيرة عشان تبقى معناها بالقرب من. ولو لقيت كلمة ذا وبعديها نقط احط الكلمة اللي بين القوسين بس ازود لها اي اس تي. اي اس تي. برافو عليكم. ودي صورة الحل بعد ما حلينا السؤال الخامس. بصوا كويس عشان تتعلموها كويس. تعالوا بقى يا شباب نحل السؤال السادس، سؤال البنكتويت. بص يا ولاد نفتكر مع بعض، احنا بنكتب نفس الجملة اللي هو هاني بنكتبها كلها مرة تانية بعد ما نغير فيها كام حاجة. اول حاجة اول حرف فيها نكتبه كابيتال. اول حرف فيها ايه؟ نكتبه كابيتال. تاني حاجة الجملة لو كانت جملة عادية نكتب اخرها نقطة، ولو كانت جملة تبدأ بسؤال تبدأ بأداة استفهام، أداة استفهام يبقى نكتب اخرها ايه؟ علامة استفهام. تالت حاجة لو فيها اي اسم ولد او اسم بنت او اسم بلد او اسم محافظة او اسم مكان مشهور، اي اسم حاجة نكتب الكلمة بتاعتها اول حرف فيها كابيتال. تعالوا بقى نقرا الجملة اللي قدامنا. I يعني انا، live in بعيش في، city مدينة، called بتدعى او بتسمى، هرجادة. هرجادة يعني الغردقة. الله، الغردقة دي اسم مدينة. برافو عليكم. يبقى كده لما اجي اكتب هي دي جملة عادية ولا سؤال؟ دي جملة عادية يا مستر. يبقى اكتب كده اول حرف كابيتال، كتبت له الاي قدامي كابيتال، وكتبت اللايف اكتب لايف ان اسيتي زي ما هي، كولد زي ما هي. اجي عند هرجادة اكتب حرف الاتش كابيتال. ليه؟ لانها اسم مدينة. واخرها احط نقطة ولا علامة استفهام؟ احط نقطة لانها جملة عادية. برافو عليكم. تعالوا يا شباب نحل السؤال السابع، سؤال الباراجراف. بيقول لي اكتب لي عن الباراجراف عن food and drinks. food يعني الطعام، and و drinks يعني المشروبات. يعني عايز لي اكتب له باراجراف عن الأطعمة والمشروبات. اول ما يجيب لي باراجراف عن الأطعمة والمشروبات اقول له كده ايه؟ عايز اقول له انا بحب اكل الطعام والمشروبات الصحية. الأطعمة والمشروبات الصحية جملة كده احفظوها عن الأطعمة والأشربة. أنا بحب آكل باكل وأشرب أطعمة ومشروبات صحية. أكتبها إزاي؟ أنا يعني بحب I
I like يعني انا بحب eating and drink healthy food and drinks. انا بحب اكل healthy food الاطعمة الصحية and drinks والمشروبات الصحية. طيب مديني كمان عناصر ارشادية لازم اكتب عنها جمل. يعني العناصر الارشادية دي الجايدنج elements اللي هو اداني ديت لازم برضك اكتب عن كل حاجة فيها جملة. طب مديني ايه؟ بيقول لي what food يعني ما الأطعمة do we يعني احنا produce بننتجها in Egypt. اكتب له احنا بننتج في مصر الفاكهة والخضار. احنا يعني ايه؟ اكتب we. ننتج produce في مصر اكتب in Egypt. فاكهة وخضروات اكتب fruit and vegetables. كده كتبت له جملة تانية. طب ايه العنصر التالت اللي هو مديهوني؟ بيقول لي what is your favorite drink يعني ما المشروب المفضل لديك. ايه المشروب المفضل؟ اكتب له جملة اقول له مشروب المفضل بيكون العصير. دي جملة. طب اكتبها ازاي؟ اكتب my favorite drink مشروب المفضل is بيكون juice بيكون العصير. واكتب جملة تاني واقول له ايه؟ انا بحب عصير المانجا مثلا I like mango juice انا بحب عصير المانجا. واكتب له بقى جمل تاني عن الاطعمة برضك عن الطعام واقول له ايه مثلا؟ انا بشرب اللبن كل يوم I also انا كمان او انا ايضا drink بشرب milk اللبن every day كل يوم. طب عايز اكتب له جمله ثانيه على الاطعمه اجيب له ايه؟ اجيب له سيره الفلاحين. اقول له الفلاحين في مصر بيزرعوا الرز والبطاطس والطماطم. الفلاحين في مصر بيزرعوا الرز والطماطم الطماطم والبطاطس. الفلاحين في مصر يعني ايه؟ farmers in Egypt grow بيزرعوا. اكتب الرز يعني ايه؟ رايس واكتب فاصلة tomatoes واكتب فاصلة وبعد كده اكتب and potatoes والبطاطس واكتب في الاخر نقطة. ده كده باراجراف كتبناه عن الفود والدرينك. افكركم يا اولاد واحنا بنكتب الباراجراف اول السطر الاولاني بس بنسيب فيه حتة فاضية وكل جملة بنكتبها بنكتب اول حرف فيها كابيتال واخرها نقطة والجملة اللي بعديها اول حرف كابيتال واخرها نقطة وكل جملة على كده لحد اخر الباراجراف واخر الباراجراف نحط نقطة. برافو عليكم.